السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم شي شويه على هذا البرودوي هذا، ديرمادوغ الليلي اولا هذا البرودوي هذا اللي بزاف ديال الناس كيهضروا عليه في السوشيال ميديا او في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يعني كبير بزاف. شي مرات كنقولوا غير اشهار وصافي، ولكن الحاجه حتى كنجربوها، وانا من النوع اللي دائما حتى كنجرب شي برودويات كنشاركو معكم. فانا غنقول لكم هذا البرودوي هذا ليش كيصلح، ونقول لكم انا نقول لكم يعني التجربه ديالي انا مع هذا البرودوي هذا. فبالنسبه لهذا البرودوي هذا كريم مخصص لتفتيح البشره وكيعالج البقع الداكنه واثار الحبوب كذلك. هذا الشيء صراحه اللي مكتوب عليه، اضافه الى انه يقلل من التصبغات ويحسن من ملمس البشرة، كيوحد فيها حتى اللون. صراحة هو زوين، ولكن ضروري انكم تداوموه. الا جربتوا غير واحد العلبة راه ما غاديش تلقاو واحد، ولا جربتوا غير واحد القرعة هذه راه ما غاديش تلقاو النتيجة نهائيا، كونوا اكيدين. الا جربتوا يعني غتبداو تلاحظوا الفرق غير بشوية، لكن بالمداومة ويسالي لكم واحد وتاخذوا الاخر. هو صراحة الثمن ديالو لي شي شوية مرتفع، كاين اللي كيبيعوا ب 200 درهم اولا 200 قل ديك 10 دراهم هكاك. المهم هذا هو الثمن ديالو 200 درهم باش معروف، غتلقاوه في لي باغا اولا الناس اللي كيجيبوا هادشي ديال لي باغا فارماسي. كذلك كيقولوا باللي كيصلح، باللي هو مضاد اكسده يساهم في اشراق البشره وكيقلل كيف قلت لكم من التصبغات. لكن المعلومه انا اللي ما متاكداش منها هي انهم كيقولوا باللي كيحمي يعني بواحد الشكل خفيف بنسبه خفيفه من اشعه الشمس، لكن ما كنصحكمش. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو، يعني عاده ما كيتدار هكا على بشره تكون نظيفه، تكون يعني تغسلوا وجهكم بالغسول اللي نتوما متعودين تغسلوا به. وديجا نصحتكم بواحد الغسول، غنخلي لكم الغسول اللي انا كنجرب، والكريم غنجاوبكم على بعض التساؤلات على حول واحد الكريم اللي مرطب اولا كريم ايدغاتونت اللي كنت شاركته معكم شحال هذا، وبزاف الناس عطاوني عليه بزاف ديال التساؤلات. ما فهمتش واش ما فهمتوش الفيديو اولا، ولكن غنجاوبكم عليه في الاخر ديال هذا الفيديو هذا ان شاء الله، حيت كنقول في كل فيديو غادي نجاوبكم، ولكن ما كنلقاش صراحه الوقت وما كنسى اولا. مهم داكشي علاش ان شاء الله حاطه حدايا دابا غير نسالي لكم على هاد المعلومات اللي عارفه على هاد البرودوي هذا، وغادي نقول لكم يعني نجاوبكم على الاسئله على داك البرودوي الاخر. فمعاه هو يعني الشكل ديال هذا صغيور وما فيهش كميه كبيره بزاف، فيه 40 ام ال. الناس اللي هكا وجه ديالهم زوين وما فيكمش ليطاج اولا، فمن الاحسن انكم ديروا غير واحد الكميه قليله على دوك البقع اللي عندكم اولا دوك التصبغات، اولا تستعملوا غير البلاصه اللي فيها تصبغات كيف قلت لكم، ما ديروش للوجه ديالكم كامل، حيت صراحه الكميه اللي فيه قليله كيف قلت لكم. الا بغيتو كديروا هكا كل سيمانه، يعني كل نهار كيف قلت لكم، عفوا، وبشكل يعني يومي، وديروا لوجهكم كامل راه ما يدوز لكم حتى سيمانه. هكا باش، حيت مع الثمن ديالو كاينين ناس مساكن اللي ما يقدروش على الثمن ديالو وكيكونوا فيهم هكا بقع اولا تصبغات، فديروا غير الكميه يعني ديروا الكميه اللي غتقدكم في البلاصه اللي عندكم فيها تصبغات اولا هادوك لي طاش اللي نتوما كتعانيو منهم بشكل يومي كيف قلت لكم. فكيف قلت لكم بالنسبه للطريقه كتغسلوا وجهكم وكديروا الكميه اللي بغيتوا ديروا على الوجه ديالكم. ما نصحكمش انكم ديروا وتخرجوا به نهائيا، واخا هما كاين اللي كيقول باللي راه فيه نسبه خفيفه ديال كتحمي من اشعه الشمس، ولكن ما كنظنش، حيت اي كريم كيكون كيتدار بالليل راه ما يصلحش انه تخرجوا به نهائيا. الطريقه الصحيحه هي انكم ديروا هكا في الصباح اولا في المساء، وما تخرجوش به نهائيا. وإلا كنتو مثلا درتوه في الليل والغد ليه غسلوا وجهكم مزيان، حيتاش ضروري كيبقاو لي برودوي ديالو في المسام هكا. الا خرجتو نيشان الاشعه الشمس في الصباح اولا في الغد ليه ويكون الشمس مجهده، راه ضروري غادي تاثر لكم على الوجه ديالكم. لذلك يستحسن انكم في الغد ليه فاش تبغيو تخرجوا ديروا كريم سولير ضروري قبل ما تخرجوا هكا، باش ما تزيدوش يعني تبغيو تصايبوها وتعميوها كيفاش كيقولوا لي الناس اللي كيقشروا وجههم اولا اللي بغاو يديروا هكا مقشر عادي يستعملوه. ما كنصحكمش نهائيا، ما كيصلحش انكم تقشروا وجهكم عاد تديروه. يعني ماشي كي تقشروه ديروه، يمكن لكم هكا تقشروا مثلا وجهكم الصباح اولا حتى المساء عاد ديروا هذا الكريم هذا. الناس اللي البشره ديالهم حساسه فما ديروهش في الصباح وفي المساء، ديروه غير في الليل. وكنصح انا حتى الناس اللي هكا، صراحه بالنسبه لي انا ما كنتش كنديرو هكا في الصباح وفي الليل، كنديرو غير مره واحده في الليل فقط.
هادشي اللي كاين. وصراحة ما كيعطيش شي نتيجة يعني اللي مبهرة، يعني شي حاجة عادية. الناس اللي عندهم بقع مجهدة يقدر تلاحظوا الفرق، ولكن الناس اللي عندهم بقع خفيفة فما كنظنش انكم غادي تلاحظوا شي فرق يعني كبير. يقدر يسبب للناس اللي قلت لكم البشره ديالهم كتهيج بسبب يعني غير على سبه كيف كنقولوا. فما ديروش الناس اللي البشره ديالهم حساسه بزاف، ما ديروش، من الاحسن وتفاداو هذا الشيء. بالنسبه للناس الحوامل، النساء الحوامل هكا اللي غيبغيو يعرفوا واش يستعملوا او لا، فاش دخلت انا كنبحث على هذه المعلومه هذه، لقيت باللي كيقول لك باللي امن على النساء الحوامل، ما كيأثرش عليهم يعني المكونات اللي فيه ما مجهداش. وكيقولوا باللي كيحتوي اصلا في المكونات اللي مكتوبين هنايا نياسيناميد والفيتامين سي، راه معروفين انهم زوينين للبشره. وكذلك لا ينصح بالاستعمال ديالو بشكل يومي البشره اللي قلت لكم حساسه، ولا يعني ما توضعوش على الوجه ديالكم كامل الناس اللي عندهم البشره حساسه. فهذه معلومه مهمه كنأكد عليها. كنحاول انني نذكر السلبيات اكثر من الايجابيات. هاد البواطه راه حتى خوات عاد جيت نشاركها معكم، يعني راه ما بقاش فيها، بقى فيها واحد القطيره، عاد جيت نشاركها معكم. وبطبيعه الحال ما يمكنش نشارك معكم شي حاجه انا باقي ما جربتهاش، حتى كنجرب العلبه تقريبا اكثر من نص اولا كامله، عاد كنجي نشاركها معكم. يستحسن تجنب استخدام هذا البرودوي هذا مع اي منتج كيحتوي على مقشرات اخرى او الريتينول. صراحه كاع داكشي اللي بحثت ولقيت مذكور على هذا البرودوي هذا شاركته معكم في هذا الفيديو هذا، لا من ناحيه الايجابيات او السلبيات كذلك. كيف قلت لكم انا كنركز على السلبيات انني نقولهم لكم اكثر من الايجابيات، وهذا الشيء اللي كاين. البرودوي هو هذا، المعلومات ديالو راه كاينين، دخلوا قلبوا مزيان مزيان، راه غادي يعني دائما اي برودوي قلبوا عليه قبل ما تجربوا. بالنسبه للاسئله اللي بغيت نجاوب عليهم على قبل هاد السيراف اللي كنت شاركت معكم شحال هذا، والفيديو ما شاء الله طلع وبزاف الناس شكروا، وكاينين ناس اللي كيطرحوا اسئله. بالنسبه لي انا ديجا في الفيديو كنت قلت لكم باللي راه الناس اللي كيجربوه اول مره هو الغسول ديالو. نخليكم الغسول ديالو في صندوق الوصف، الفيديو اللي كنت هضرت لكم فيه على الغسول وحتى على هذا. هنا غنجاوبكم غير على بعض الاسئله باش هذا الفيديو هذا ما يجيش طويل. بالنسبه للناس اللي كيقولوا باللي خرج لهم حبوب، راه قلت لكم في الفيديو يعني داك الاول اللي كنت هضرت لكم عليه انه كيخرج الحبوب في الاول، ضروري انه كيخرج الحبوب اللي كيكونوا تحت الطبقه الجلديه. عاد من بعد كيعالجهم وكيتحيدوا. وهذا راه كريم ايدغاطونت للناس اللي عندهم بشره جافه او مختلطه. انا راه كنستعملو البشره ديالي مختلطه. وكندير هذا كيوافقني صراحه، غير هي ما تكونش البشره دهنيه، ما يوافقكمش نهائيا. هادشي اللي كاين. بالنسبه للغسول ديالو راه كيكون فيه هنا بالخضر، داك اللي كيكون غامق، ماشي داك الخضر الاخر صراحه ما عرفتش سميتو، كيكون بحال الزرق. هادشي اللي كاين. وراه صراحه احسن كريم ايدغاطونت اللي ما نبدلوش نهائيا هو هذا سيراف. صراحه ماشي اشهار ما والو اصلا الشركه تبارك الله ما شاء الله معروفه، ما تسنى حتى شي حد يدير لها الاشهار. هادشي اللي كاين. والا عندكم شي تساؤل اخر على قبل اي برودوي قولوها لي هكا في لي كومونتير، انا غادي نجاوبكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وشكرا لكم على المتابعه، وبسلامه عليكم.